في لقطة غريبة ومثيرة بثت على المباشر في أحد البرامج الرياضية، قام لاعب تونسي سابق يدعى مروان تاج بحلق جزء من شاربه بسبب الجزائري يوسف بليلي، وأثارت الحادثة ردودا غاضبة جدا في تونس، وصفة بأن ما حصل كان مهزلة إعلامية وسلوكا شاذا يستوجب تدخل الهياكل المسؤولة عن الإعلام لوقف البرنامج. وراهن لاعب النجم الرياضي الساحلي سابقا على أن فلاديمير بيتكوفيتش لن يعيد بليلي إلى كتيبة محاربي الصحراء. وقال مروان تاج الذي يعد من أبرز المحللين الرياضيين في القنوات التونسية إنه سيحلق شاربه في حال تلقي بليلي دعوة بيتكوفيتش، وبالتالي لم يترك مقدم البرنامج المناسبة تمر دون أن يجبر مروان تاج على الوفاء بوعده، حيث فاجأه بتقديم شفرة حلاقة له طالبا منه أن يحلق شاربه مثلما تعهد بذلك بعد أن خسر الرهان وفق قوله. وبعد تردده تناول اللاعب الشفرة وتولى حلق جزء صغير من أعلى شاربه وسط ذهول بقية الحاضرين وضحك مقدم البرنامج. ما حدث مع مروان تاج يذكر الجزائريين بما حدث مع اللاعب المصري السابق والمحلل ميدو الذي حلق شعره بمناسبة رهانه الذي خسره على رياض محرز. وأنتم مشاهدينا، ما رأيكم فيما حدث؟ شاركونا بتعليق أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك ولايك والمتابعة ليصلكم كل جديد.